الفيديو ده مش معمول لكل حد، معمول لناس معينة جدا زي كده. معمول لناس حاسين اللي هم مش عارفين يتحكموا في حياتهم وما عندهمش اي ثقة، عشان الناس اللي حواليهم زي عيلتهم زي مامتهم وباباهم متحكمين فيهم. انا هحكي لك قصة. انا اول فيديو عملته على اليوتيوب عملته من ورا عيلتي كلها. يعني انا كنت عايز اعمل فيديو، مثلا فيديو ازاي تحسن من حياتك، حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بس عملته من ورا مامتي وبابايا. صحيت الساعة 4، جبت الكاميرا جو برو كده، وبعدين حطيتها عشان اعمل فيديو. وكان شعوري وحش قوي في الوقت ده، يعني انا كنت بعمل حاجه كويسه، مش بعمل حاجه غلط. والعيال اللي قدي بيعملوا حاجات غلط، يعني مثلا بيشربوا سجاير، يشربوا، يخرجوا مع ناس مش كويسه، يشتموا، مش عارف ايه. انا كنت بعمل حاجه كويسه ومخبيها عنهم. يعني ما كنتش بعمل حاجه غلط، كنت عايز اروح ورا احلامي. فده كان شعور وحش قوي بالنسبه لي بصراحه. فانت لو في نفس المكان ده، حاسس ان انت متحكم، مامتك وباباك متحكمين فيك او عيلتك متحكمه فيك، عشان احنا في المجتمع المصري كده، عايزك تتفرج على الفيديو ده لغايه الاخر. انت مش لازم تسمع كلام مامتك وباباك. انت فاكر ان انت المفروض تسمع كلامهم؟ ايوه، مش بقولك تقول لهم لا في وشهم تبقى مش محترم معاهم، لا طبعا، انت مامتك وباباك المفروض يبقى فوق راسك وتحترمهم وكل حاجه. بس انت لما تبص عليهم مش عايز تبقى زيهم، وده طبيعي. انت ممكن، انت لو عندك مامتك وباباك كويسين جدا وعايز تبقى زيهم، براحتك، دي حاجه كويسه جدا ليك. بس في ناس ما عندهاش كده، في ناس ما عندهاش الاوبشن ده. بس انا مش بقول ان انا مامتي وبابايا وحشين، انا مامتي وبابايا الناس كويسه جدا جدا جدا، وعايزه، وفي حاجات فيهم انا نفسي اطلع زيهم فيها. بس مثلا مستقبلي، انا مستقبلي عايز اخد سكه مختلفه، عايز اعمل، اساعد الناس، عايز اعمل بيزنس، عايز ابقى متحكم في وقتي وفي الفلوس بتاعتي، مش عايز اخد السكه اللي كل حد بياخدها، جامعه ومش عارف ايه. وانا، وده طبيعي، ده حقي، ده مش ده حق كل حد يروح السكه اللي هو عايزها. فانا اللي انا بعمله كنت انا اصحى الساعه 4 ومش عارف ايه، ساعات كنت كمان انا كنت مكمل كده، انا اصحى الساعه 4 عشان اشتغل على البيزنس بتاعي، عشان اصور فيديوهات مش عارف ايه. كنت مخبي حاجه كويسه، ما عملتش حاجه غلط يعني. فانا عايزك تعمل حاجه، انت عندك احلام كبيره عايز تشتغل عليها، اكدب عليهم، اكدب عليهم، وما تبقاش زعلان إن انت بتكدب عليهم. وانا عشان انا ما كانش عندي ثقه في نفسي بجد، عشان انا من سنتين كان زيرو ثقه، كنت بكره حياتي وكنت بعمل حاجه، كل حاجه صح، كنت بجيب درجات كويسه جدا في المدرسه، كنت باكل صح، كنت بتمرن، كنت بعمل كل حاجه. بس كنت بكره حياتي، كنت بكره، ما عنديش اي ثقه في نفسي، زيرو ثقه. عشان انا ما بعملش اللي انا الحاجات اللي انا عايزها، بعمل حاجات انا مش عايزها يعني، بروح ورا اهداف مش بتاعتي. فاكيد مش هيبقى عندي ثقه في نفسي، كل حاجه انا عايز اعملها ما بعملهاش. وده كان وقت صعب جدا بالنسبه لي، ولو ده وقت صعب بالنسبه لك، اعمل كده، اكدب عليهم واشتغل على احلامك. دي اهم حاجه، ما ينفعش احلامك تجري منك. احلامك هي دي الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تتحكم فيها وتروح وراها وتسعى وراها. انت لو ما عندكش حلم وبتخلي الناس اللي حواليك توقفك عن حلمك، انت كده بتخسر، كده بتخسر كل حاجه في حياتك. ما بقولكش قول لهم لا، ما بقولكش ما تعملش، هما ما تسمعش الكلام، لا، اسمع الكلام ويبقى محترم وكل حاجه، بس لما تيجي لمستقبلك، ده خط احمر، خط احمر مع كل حد، حتى مامتك وباباك وعيلتك وكل حاجه. عشان برضو كان في موقف من سنتين كده 3، كل حد قاعد بقى حواليا عمال يقرروا انا هدخل جامعه ايه، طب، هندسه، كل حد عمال يقول رايه بقى، وانا قاعد كده ما عنديش اي راي. عمالين يقولوا لا انت تدخل طب، لا انت تدخل هندسه، لا انت شكلك مش عارف ايه، وانا ما عنديش اي راي، مش بياخدوا رايي اصلا، فاكرين اللي هم عايزينه هو الصح. وانا كنت حاسس باحساس سيء جدا في الفتره دي. كل حد عمال ياخد قرارات لحياتي وانا مش عامل قرار، مش بعمل قرار، اكيد مش هيبقى عندي ثقه في نفسي ولا احس ان انا عندي قوه، لا هم واخدين القوه منك او مني. فانت اسعى ورا احلامك عشان يبقى عندك ثقه. الثقه دي بتيجي بجد لما انت بتعمل حاجه انت بتقول عليها. روح الجيم النهارده، اشتغل على البيزنس النهارده، ذاكر كويس النهارده. مش بقول اهدافك تبقى زيي، بقول اهدافك تمشي وراها. فانت لو ما عندكش ثقه، امشي ورا اهدافك، حتى لو اهدافك مش ماشيه مع مامتك وباباك وعيلتك والكلام من ده. ده اللي انا هسيبك بيه. ما تخليش احلامك تمشي منك عشان الناس اللي حواليك. معظم الناس اللي حواليك ما وصلوش لاهدافهم ولا احلامهم، وناس عاديين، وده مش غلط يعني، معظم الناس افريج وده طبيعي. انت لو مش عايز تبقى افريج ما تاخدش كلام من افريج بيبل حتى لو هم مامتك وباباك. ده اللي انا هسيبك بيه، وان شاء الله توصل لاهدافك، وما تخليش اهدافك
تجري منك خالص. سلام.